السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم خلية النحل بعجينة هشة وطرية، وكل المكونات اللي هنستعملها هتكون موجودة في البيت إن شاء الله. تعالوا قبل ما نبدأ هنسمي بسم الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نشوف مكوناتنا. معايا 4 كوبايات من الدقيق، معليهم معلقتين كبار من السكر، وعليهم كيس خميرة بودر. وهقلب كل المكونات دي، ضروري جدا تتقلب كويس علشان الخميرة تبقى في كل الدقيق. هنيجي للمكونات السايله بتاعتنا. مهم جدا تكون دافيه. معايا كوبايه ونص من اللبن دافيه بدرجه حراره الغرفه او اسفه شويه كمان عشان احنا الجو ساقع اليومين دول. ومعايا ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه زيت بس كده. هلف كله بالسباتولا. مش هعجن خالص بايدي عشان طبعا كله طري جدا فمش هينفع اعجن بايدي. هلف كله لحد ما الدقيق كله يتشرب وبعدين هبتدي اعجن بايدي. تمام. مدة العجن هنا على الإيد 10 دقايق متواصلة. لو متوفر عجال تبقى 5 دقايق بس كده. مش هحط الملح دلوقتي، هحطه بعد ما يتم العجن تمام علشان الخميرة تكون دخلت كويس يعني في الدقيق والدقيق تشربها، علشان زي ما انتوا عارفين الملح بيمنع ان فوران الخميرة. فبعد ما وصلت للقوام اللي شايفينه ده هحط ربع معلقة صغيرة من الملح، وهبتدي برضو اكمل عجن ولحد ما تتم 10 دقايق بالظبط. محتاجة العجينة تكون بتلزق، ما تكونش ناشفة، بتلزق بس. بس كده المدة معانا تمام 10 دقايق. حطيتها في طبق غويط شوية ودهنته بالزيت وحطيته في مكان دافي. بما ان الجو ساقع ممكن تولعي الفرن 5 دقايق على نار هادية وبعد تطفيه تحطي الطبق بتاعك. تعالوا نشوف الحشو بتاعنا. الحشو بيرجع لكم. انا هنا استعملت شوكولاتة، وبالنسبة لي افضل شوكولاتة بتكون شوكولاتة سما، يعني هي نظيفة شوية. انتوا الحشو ممكن تحطوا جبنة، ممكن تحطوا شوكولاتة، ممكن تسيبوه فاضي، مفيش مشكلة. تمام. فرغت الهواء من العجينة ودهنت ايدي بالزيت وبدأت أكور كور صغيرة قد البرتقانية البلدي. مهم جدا اقعد الف فيها كده علشان تطلع كلها سوا واحد وكلها حجم واحد. الطبق اللي هحط فيه لازم ادهنه زيت علشان ما يلزقش كله. متنسوش ان العجينة طرية جدا، ولو بتتحط على حاجة خشب او اي حاجة ملساء بتلزق فيها. هعمل واحدة كمان معاكم والباقي هخلصه. تعالوا نشوف هنكمل الحشو ازاي. انا بعد ما ارصه هغطيه بفوطه عشان ما ينشفش من فوق، وهبتدي اجيب واحده واحده وافردها في قدامي على الرخامه او على ايدي واحشي فيها. عايزه تاخدي عجينه هشه وناجحه وطريه، بتبتدي من العجن. قالب بقى عجن. مش المكونات بتاعتها، لا، هي على العجن. المكونات دي ما حاجه بس اللي هي مش اساسيه، احنا حاجات بس بنحلل الحاجه، لكن العجن هو الاساس. تمام. هبتدي بعد ما فردتها هجيب الحشو بتاعي وابتدي احشي. مهم جدا ان احنا نقفلها كويس، لاني لو ما قفلتهاش كويس هتتفك منك في الفرن والشوكولاته هتبدا تسيح وتطلع بره الكوره، فهيبقى منظرها مش لطيف خالص يعني. هنبتدي نقفل ونضغط جامد بحيث الشوكولاته ان نحس ان هي ما فيش اي اثر فيها من بره خالص. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية، لو احنا بنكور كور وحسينا ان هما واحده كبيره واحده صغيره، تحاولي تقصقصي بحيث ان توصلي للحجم اللي كله متساوي زي بعضه، مفيش واحده كبيره عن التانية مفيش واحده صغيره عن التانية. طبعا مناسب ليكم جيبوا اي نوع شوكولاته، بس بالنسبه لي سما انضف نوع. انا استعملته عموما، يعني استعملت كذا نوع قبل كده بس كان طعمها غريب شويه، يعني مش بيميل للشوكولاته. فسما بالنسبه لي كانت لذيذه جدا بصراحه، وهي بتاعه الطبخ اللي هي بتسيح بسرعه وكده. طيب اذا في الشتاء مثلا لو الحاجه دي باتت عندكم تاني يوم او مثلا قعدت ساعتين بره، يعني بره كده في المطبخ، لو مايكروويف متواجد، تسخنوها في الميكروويف متاخدش ثواني، او لو تعمليه حمام بخار. جبت صينيه معايا دهنتها زيت وبدات ارص الكور، بس بدات ابعدها عن بعض لاني انا بعد ما برصها في الصينيه بسيبها اكتر من ساعه لحد ما تخمر وتتفنش، تبقى فنشه كلها مع بعضها. طبعا هي تبان ليكم الحجم الكور كبيره بس عشان انا عامله زوم، لكن هي حجمها كان صغير عن كده. غطيها واحطها في مكان دافي ولحد ما تخمر وكله ايه ينفش مع بعضه. تعالوا نعمل التشريبة اللي هحطها من فوق، بس بعد العجينة ما تخمر مش قبل. هجيب بيضة وعليهم ربع كوباية من اللبن
وعليهم كيس من الفانيليا وبس كده، وهقلب كله مع بعضيه. تمام. بعد مرور ساعة او اكتر، او توصل الحجم اللي احنا عايزينه، هنبتدي ندهن بالفرشة بالخليط اللي احنا عملناه. الخليط ده بيدي لون جميل جدا في الفرن. عايزة ترشي سمسم، ترشي اي حاجة من فوق مفيش مشكلة. انا فضلت ان انا اقدمها كده للاولاد، يعني بحيث ان في حد عندي ما بيحبش السمسم، فالتزيين ده بيرجع لكم. عايزين تحطوا لها سمسم، حبة بركة، اللي انتوا عايزينه هينفع معاكم زي الفل. الكور اللي انا عاملاها دي مكبراها الكاميرا، عامله لها زوم زي ما قلت لكم، فعشان كده تحسوها كبيره، لكن هي كانت اصغر من كده بكتير. بتحطوها على درجه حراره الفرن طبعا ساخن مسبقا، على درجه حراره 200، مع المراعاه. مجرد ما تلاقي الطرف بتاع الخليه نفسها بدأ يصفر، هتبدأي تطفي من تحت، وهتولعي الشوايه من فوق، ياخد بس لون وخلاص على كده. مدة السوا بتاعتها بتبقى حسب الفرن. انا خدت معايا بالظبط 25 دقيقة. مجرد ما اخرجها من الفرن بغطيها بفوط على طول لحد ما تهدى خالص وتبقى طرية. شايفين هشة وجميلة ازاي؟ بعد ما هديت حطيت لها شربات، يعني مش حابينه مفيش مشكلة، بس هو حقيقي كان جميل جدا بالشربات. والشربات ده تقيل مش خفيف، انا عاملاه في البيت، او ممكن تشتروه جاهز زي ما تحبوا. بصوا العجينة هشة وجميلة ازاي. امشي على الخطوات بالظبط، هتاخدي احلى عجينة تعملي بيها المعجنات. حقيقي كانت جميلة جدا. الشكل اللي انتوا شايفينه ده كانت حقيقي كانت تحفة، كانت تحفة وتستاهل التجربة. ممكن كمان ما تحشيهاش خالص وتسيبيها كده، ممكن تحشيها جبنة، اي نوع جبنة بتحبيه مفيش اي مشكلة، هيبقى جميل جدا، وحسب اللي بتحبوه احشوا بيه. فتستاهل التجربة، حقيقي تستاهل التجربة. انا من ساعة ما اتعلمتها وانا بعملها على طول في البيت، لان هي خفيفة ما بتاخدش وقت. هي بتعجنيها 10 دقايق بس، وبتسيبيها تختمر ساعة وخلاص على كده، وبتبدأي تشكلي وتحطيها في الفرن وخلاص على كده. تعمليها فطار، تعمليها لانش بوكس الأولاد، لا مناسبة لأي حاجة. وبكده الفيديو بتاعي يكون انتهى. أتمنى يا رب يكون نال إعجابكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.